إلى المؤسسة العسكرية الباسمة الجيش الوطني الشعبي سليم جيش التحرير الحامل السيادة الوطنية. تحيات الشهداء ويبارك منيعا في وجه كل من يحاول، وما يزيد هذه الإنجازات بمناسبة حلول الذكرى 63 لاستقلال الجزائر بإعطاء إشارة انطلاق. والسادة المولات مضيع حرصهم المتواصل وتعيدهم دقيقة متابعتهم الدقيقة لمختلف مراحل هذه العملية الوطنية بما يضمن حسن تنفيذها في الميدان على الوجه الأمثل. باب المصادف الخامس جويلية من كل سنة وتنفيذا لبرنامج رئيس الجمهورية والالتزام تجاهكم أنتم نحتفل اليوم على غرار مختلف ولايات الوطن السكن ترقبي مدعم مست البرامج 8 دوائر و16 بلدية. بلد الجزائر ما أحسن سكناها، شغف الفؤاد بحبها وهواها، يا عادلي في حبها كن عادلي، يكفيك منها ماؤها وهواها. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. الإخوة الكرام، السيدات الفضليات، السادة الأفاضل، المواطنات الأعزاء العزيزات، مواطني الأعزاء، كل عام وأنتم بخير في هذه الذكرى الغالية، الذكرى 63 لعيدي الاستقلال والشباب، هذه الأيام الخالدة في تاريخنا المجيد. السيد مدير الموارد بوزارة السكن والعمران والمدينة، الأخ الفاضل، مرحبا بك في ولاية الباهية. السيد رئيس المجلس الشعبي الولايي، السيد المحترم النائب العام لدى مجلس قضاء وهران، السيد محافظ الدولة لدى المحكمة الإدارية، السادة أعضاء اللجنة الأمنية، السادة أعضاء البرلمان بغرفتين، السيد المندوب المحلي لموسيقى الجمهورية، السيدات والسادة ممثلي الأسرة الثورية والمرصد المجتمع المدني والمجلس الأعلى للشباب، إطارات الولاية منتخبيها وتنفيذيها، السادة الأسرة الإعلامية الكريمة، السيدات والسادة الحضور، كل باسمه وجميل واسمه وحميد صفته، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إذن أيها الإخوة والأخوات، يحتفل الشعب الجزائري اليوم بالذكرى الغالية، الذكرى 63 لاسترجاع السيادة الوطنية. هذا اليوم الكبير العظيم المتوج لملحمة عظيمة بطلها شعب عظيم كافح من خلالها من أجل نيل الحرية والاستقلال والانعتاق من ليل استعماري استدماري بغيض طويل. في هذا اليوم المجيد يجب علينا أولا أن نترحم على أرواح شهدائنا الأبرار الذين قدموا التضحيات الجسيمة لرفع راية الوطن وراية الحرية والاستقلال، كما توجه بالتحية والتقدير إلى المجاهدين والمجاهدات أبائنا الأعزاء الذين ما زالوا على قيد الحياة عبر ربوع الوطن، ولكم أنتم الحاضرون السادة والسيدات معنا في هذه الذكرى الغالية. إن هذا الاحتفال يشكل محطة متجددة خلال كل سنة نستشعر من خلالها بطولات الشعب الجزائري، كما نستشعر من خلالها جميعا حجم الجهود المنتظرة منا على كل المستويات، والتي تدعونا إلى مزيد من العمل لكسب رهان التنمية، رهان الدولة القوية، رهان الوطن العزيز. التحول نحو نمط عمل جديد نكرس به جزائرنا الجديدة تحت إشراف قيادة رشيدة، قيادة السيد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون. وإن هذا الرهان بدأت بوادره تظهر جليا للعيان من خلال التوجه الجديد لشبابنا في تثمين قيمة العمل والانخراط ضمن استراتيجية النهوض بالوطن، وكذلك الانخراط في المقاولاتية والمؤسسات الناشئة، وكذلك من خلال تلك الحركية التي يعرفها الاستثمار الوطني والأجنبي عندنا،
هذا وفاء لرسالة وأمانة شهدائنا الأبرار رحمهم الله. إن هذا اليوم الإخوان الأخوات، إن هذا اليوم الوطني العزيز هو رمز للحرية والكرامة والتضحية التي قدمت من أجل تحقيق الاستقلال الذي ننعم به ولبناء وطن قوي مزدهر، وهو فرصة كذلك للتذكر والاعتزاز بالشهداء الذين قدموا التضحيات الكبيرة والجسام من أجل حرية الوطن، وللتأمل في رحلة البناء والتطور التي مرت بها البلاد عبر عقود من الزمن، ولما تم تحقيقه من إنجازات تاريخية عظيمة عرفتها البلاد مؤخرا تحت القيادة الرشيدة للسيد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون. وفي هذه السانحة أؤكد من جديد أننا مدعوون جميعا مهما كانت مواقعنا ومسؤولياتنا ومستويات مسؤولياتنا إلى رفع التحدي وتثبيت مرتكزات دولة المؤسسات الحقة والقانون، دولة تتكرس فيها روح المواطنة وقيم التضامن. كما أنني بهذه المناسبة أحيي الجيش الوطني الشعبي سليل جيش التحرير الوطني حامل لواء أبطالنا الشهداء المجاهدين، فهنيئا لنا جميعا بهذا اليوم الخالد، وأدام الله علينا نعمة الأمن والأمان ودوام التقدم والازدهار من ووهران بقدر ما تحمل من عليائها أيضا معاني كلها أمل في المستقبل أكثر إشراقا وازدهارا، مستقبل تتطلع له هذه الولاية وأبنائها الكرام وبناتها الكريمات في خضم الإنجازات التي تدعم بها الولاية من يوم إلى آخر. نلتقي اليوم أيها الحضور الكريم ونحن نحتفل بالذكرى 63 لعيد الاستقلال والشباب لنشهد هذه اللحظات من الفرح والسرور الذي يغمر عائلاتنا هنا في وهران، مثل ما هو الحال هنا وهناك عبر كل بقاع الوطن العزيز. وبهذا الصدد أودي أن أنوه عن عمليات توزيع السكنات من مختلف الصيغ، والتي بلغت 7454 وحدة سكنية استفادت منها العائلات الوهرانية، والتي شملت على وجه التحديد توزيع 6096 وحدة سكنية بصيغة العموم الإيجاري، 4076 وحدة سكنية من مخزون سكنات 5 جويلة 2025، و1520 وحدة سكنية مخزون سكنات المشاريع السكنية تم استلامها سنة 2025، و30 وحدة سكنية بصيغة الترقوي المدعم ببلدية مسرقين بالقطب العمراني أحمد زبانة. لإشارة فإن خلال توزيع هذه الحصة هنا 6096 وحدة سكنية للعموم الجاري للتكفل بإعادة إسكان 1120 عائلة للقضاء على السكنات العشوائية بموقع أرض شباط بلدية وهران وموقع رأس العين ميرندا، التي ستمس عملية الترحيل للمرة الثالثة المخصص لها 937 وحدة سكنية ببلدية بفريحة. إضافة إلى ذلك تم تخصيص 23 وحدة سكنية للقضاء على السكنات من نوع الأميوط ببلدية قديل. توزيع 4976 وحدة سكنية عمومي إيجاري صيغة التنقيط كما يقال هنا في وهران على مستوى 14 بلدية مستفيدة عبر 8 دوائر. سيدات والسادة الحضور، مثلما أهنئ جميع المستفيدين من هذه السكنات، أتمنى أن تدخلوها بفرح وسرور وبصحة وأمان. أود أن أستغل المناسبة لأرجع المجهودات الكبيرة التي تبذل السلطات العمومية في جميع القطاعات، ولا سيما هذا القطاع الحساس وهو قطاع السكن، وذلك بغية أن تشمل هذه الفرحة كل العائلات دون تخصيص حتى العائلات التي لم يسعفها الحظ في أن تنال هذه السكنات في هذه المرحلة. إن هذه المجهودات دائما متواصلة تعكس إصرار الدولة ومؤسساتها على مواصلة التكفل بهذا القطاع الحيوي، وأن تتاح فرصة الحصول على السكن لكل جزائري. هذا الاهتمام ترافقه متابعة متواصلة من طرف السلطات العليا للبلاد على رأسها السيد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون. أقول أن هذه المرافقة الدائمة هي في سبيل تمكيننا من تجاوز كل العقبات التي تصادفنا وكم أكثرها. إن هذه اللحظات من الابتهاج والارتياح التي نعيش رفقة هذه العائلات الكريمة هي بالنسبة لنا دافع قوي ومحفز كبير على الاستمرار في العمل من أجل تحقيق المزيد والمزيد من الإنجازات، ولأن غايتنا
وارتياحنا النهائي لا يتحقق حتى نمكن كل العائلات التي ما زالت تعاني من ضائقة العيش بأن تعيش نفس هذه اللحظات السعيدة إن شاء الله وفي القريب العاجل. أيتها السيدات، أيها السادة، في ختام كلمتي هذه أود أن أقول أن هذه المجهود التنموي، هذه المجهودات التنموية أو المجهود التنموي في جميع المجالات وخاصة لا سيما قطاع السكن ما كان ليتحقق لولا عناية السيد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون. ولا يمكننا أن أختتم كلماتي بالمجهودات المتميزة التي يبذلها والتي مكنت من تحقيق مستوى تنموي شامل. كما لا يفوت هذه الفرصة أن ننوه بمستقبل بلادنا الذي نراه واعدا مشرقا زاهرا بحول الله، ذلك المستقبل الذي يدفعنا إلى أن نعمل جنبا إلى جنب لبنائه بكل إخلاص وتفاني ووفاء. هذا واجبنا تجاه شهدائنا الأبرار ووفاء بالوطن. تهانينا الخالصة للعائلة المستفيدة، المجد والخلود للشهداء الأبرار. شكرا على كرم الإصغاء. وأخطار المسيرة تتحول للأمام، والأبيض أمن نعيشه وأمان، والأحمر أرضنا المسقية بماء. هنيئا لكم جميعا، هنيئا للمستفيدين. ندعو السيد بن عريبة أو الحاج العربي حنان، السيدة هذا وتحيا الجزائر. هكذا هي المرأة الجزائرية. من منا لا يملك شهيدا، من منا في عائلته لا يملك مجاهدا، من منا أمه لم تشارك في الثورة، من منا لم يعش ونعيش. طالما كانت شامخة وستظل عالية وشامخة، وسيظل علمنا يرفرف بالأبيض والأخضر والأحمر عاليا بين البلدان من الشمال إلى الجنوب. بخاري إبراهيم في انتظار أن تلتحق بنا الحاجة، نقول لك ألف مبروك. في انتظار أن يعتدي المنصة أخي ذوي الاحتياجات الخاصة. ولوهران السيد سمير مفاتيحهم فليتفضل وليتقدم مشكورا تحت تصفيقات الوزراء. العمومي إيجابي البشير الثالث العمومي التي الأخرى من عدد من السيدات. نجمة سعيد، السيد باقي عثمان عبد العزيز من بلدية
بوتيليس بلدية بوتيليس، السيدة بالعربي نورية رئاسة سكن عمومي إيجاري بكليل، أنت من تركت بك العود، الحياة ستبقى حبي للأبد. من يسعى على نجاح هذا الحفل Allah